بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نشرح درس مقدار جبري على مقدار جبري آخر. كنا خدنا إن إحنا علشان نبدأ نقسم كنا قلنا عشان نقسم في القسمة بنطرح الأسس. طيب بس هنا عشان بقسم مقدار على مقدار هنعملها على هيئة اسمها إيه؟ مطولة. طيب هنعمل إيه؟ ده كده بنسميه المقسوم، وده المقسوم عليه. علشان أعرف أكتب عملية القسمة بروح جاي أعمل علامة القسمة الإيه؟ المطولة. أول حاجة بنكتب المقدار اللي أنا هقسمه اللي هو إكس أس 2 زائد إكس ناقص 12. هبدأ أقسمه على إكس زائد 4. طيب عملية القسمة هي 3 خطوات وبنفضل نكرر فيهم. إيه هما ال3 خطوات دول؟ أول خطوة عندي بيقول لي اقسم اللي هي القسمة. طب هنقسم مين على مين؟ هقسم الأول على الأول. فين الأول؟ الأول اللي هو الإكس أس 2 ده هنقسمه على الأول اللي هو الإكس. إكس أس 2 على إكس كنا قلنا إن في القسمة بنطرح الأسس، فهي إكس أس 2 على إكس هيدينا إكس، هنكتبها هنا فوق كده. أنا قسمت أول خطوة خلصت. طيب تاني خطوة هنعمل إيه؟ هنضرب. طب هضرب مين في مين؟ هضرب المقسوم اللي هو طلع لي ده أهو اللي هو الإكس في المقسوم عليه كله. بس خلي بالك إن إحنا قلنا إن في الضرب بنجمع ليه الأسس. حاول وتركز في ال4 خطوات اللي إحنا كاتبينها. هنضرب فهنجمع الأسس. إكس في إكس هيدينا إكس أس 2. إكس في 4، خلي بالك إن أنا هضرب في المقسوم عليه كله. إكس في 4 بيساوي 4 إيه؟ إكس. تالت خطوة هنعمل إيه؟ هنطرح. طيب هطرح مين ومين؟ هطرح المقدارين دول. كنا خدنا إن إحنا علشان نطرح أول حاجة إن أنا بطرح المعاملات فقط. طيب هطرحهم إزاي؟ على حسب الإشارات. بس خلي بالك إن إحنا كنا خدنا في الطرح بغير إشارات المقدار اللي تحت ده كله. فلو هي موجب نخليها سالب، ولو هي سالب نخليها موجب. دي هتبقى سالب ودي هتبقى سالب، وابدا اطلع الناتج. طيب هنا اكس اس 2 وسالب اكس اس 2، الناتج هيطلع لي كام؟ الناتج هيطلع لي صفر، فدول بيطيروا مع بعض. طيب اكس وسالب 4 اكس، خلي بالك انا هشتغل على الاشارات دي، ده موجب اكس وسالب 4 اكس. هنا الاشارات مختلفة، كنا قلنا قاعدة الطرح والجمع لو الاشارات مختلفة إشارة الكبير وايه واطرح، فتبقى سالب. وهنا إشارة الكبير اللي هو ال4 يبقى سالب 4، يبقى سالب 3 اكس. والسالب 12 مجتش يمتها فهتنزل زي ما هي. هنعمل ايه بعد كده؟ هنكرر اللي احنا عملناه. هرجع اعمل نفس اللي انا عملته تاني من الاول. هنقسم. طيب قلنا هنقسم مين؟ الاول على الاول. هناخد الاول اللي هو سالب 3 اكس هقسمه على الاكس. سالب 3 اكس على اكس، قلنا في القسمة بنطرح الاسس، فالاكس على الاكس هتطير، فالناتج هيطلع لي كام؟ سالب 3. سالب 3 هاخدها اضربها في المقدار ده كله. سالب 3 في اكس يدينا سالب 3 اكس. سالب 3 في 4 هيدينا سالب 12. طيب لو بصيت هنا هنغير، عايزين نطرح تالت خطوة هنطرح، بس قبل ما نطرح لازم نعكس إشارات المقدار اللي تحت ده كله. لو هي سالب هنخليها موجب، ولو هي سالب برضو هنخليها موجب ونطرح. يبقى سالب 3 اكس وموجب 3 اكس صفر، سالب 12 وموجب 12 صفر. كده المسألة بتاعتي اتصفرت، يبقى الناتج بتاعي عندي اكس ناقص 3. المثال التاني عندي بيقول لي إذا كان اكس زائد 2 أحد عاملي المقدار 5 اكس أس 2 زائد 4 اكس ناقص 12. أوجد العامل الآخر. علشان نجيب العامل الآخر احنا المفروض إن أنا هقسم المقدار ده على المقدار ده. طيب أول حاجة هعملها ايه؟ هنعمل علامة القسمة المطولة. بعد كده هنكتب المقدار ده 5 اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص 12. هنقسمه على اكس زائد 2، فهكتب هنا الاكس زائد 2، وابدأ اعمل 3 خطوات اللي اتفقنا عليهم. اول حاجة هنقسم الاول على الاول. الاول اللي هو ال5 اكس اس 2 هقسمه على الاكس. 5 اكس اس 2 على اكس هيدينا 5، وقلنا في القسمة بنطرح الأسس، يبقى اكس أس 2 على اكس هيدينا اكس. تاني حاجة هاخد الاكس دي 5 اكس دي نضربها في ده كله. 5 اكس في اكس هيدينا 5
اكس تربيع. 5 اكس هضربها في 2، 2 في 5 ب10 والاكس هتنزل يبقى موجب 10 اكس. تالت خطوة هنطرح. قبل ما نطرح هغير اشارات المقدار اللي تحت ده كله، لو هي موجب اخليها سالب، ولو هي سالب اخليها موجب. فده هيبقى بالسالب وده هيبقى بالسالب. وابدأ اطرح. سالب 5 اكس وموجب 5 اكس دول هيطيروا مع بعض، فدول صفر. هيبقى موجب 4 وهنا سالب 10 اكس. هنا الاشارات مختلفة فهحط اشارة الكبير ونطرح 10 - 4 6. خلي بالك ان انا هنا في الطرح ماليش علاقة بالاس، الاكس هتفضل زي ما هي، وانزل السالب 12. هنعمل نفس الكلام ده من الاول، هنكرر اللي احنا عملناه. هنقسم الاول على الاول. سالب 6 اكس على اكس هيتبقى لنا سالب 6، الاكس هتطير مع الاكس. طيب سالب 6 هضربها في الاكس هيدينا سالب 6 اكس. سالب 6 هضربها في 2 هيدينا سالب 12. هنغير اشارات المقدار اللي تحت ده كله، فدي يتحول لموجب دي يتحول لموجب، ونطرح. تلاقي ان هنا العدد المعكوسه صفر، هنا نفس الكلام العدد المعكوسه صفر. وبكده المسألة تكون خلصت. الناتج بتاعي هو 5 اكس - 6. الفكرة التانية معايا بيقول لي اوجد خارج قسمة المقدار ده على 2 اكس - 3. في ملحوظتين عايز اقولهم بس قبل ما نبدأ نقسم المقدار ده على المقدار. اول ملحوظة هنا الترتيب. ايه هو الترتيب ده؟ ان المقدار لازم يكون مترتب قبل ما ابدا اقسم. يعني ايه يترتب؟ على ازاي؟ اول حاجه بنجيب اكبر اس في المقدار ده ونحطه هو في الاول. هنا مثلا انا عندي هنا اكبر اس في المقدار ده هو الاكس اس 3، فده الحد ده هو لازم يكون اول واحد، فنرتبها. طيب انا هعمل علامه الاسم مطالة ونبدا نرتب كده. قلنا اول حاجه 6 اكس اس 3، فيبقى 6 اكس تكعيب. تاني حاجة هنا الأس اللي بعدها على طول اللي هي اكس أس 2، فهحط سالب ومنساش الإشارة بتاعته، سالب 5 اكس أس 2. بعد كده هنحط الحد التالت اللي هو سالب 14 اكس. بعد كده الموجب 12. المفروض ان انا هقسمها على 2 اكس - 3، وخلي بالك ان المقدار ده برضو لازم يترتب. هو مترتب فهنبدأ نقسم على طول. قلنا هنقسم الأول على الأول. 6 اكس أس 3 على 2 اكس، هقسم 6 على 2 فيها 3، واكس أس 3 على اكس هيدينا اكس أس 2. قلنا هناخد الحد ده نضربه في المقدار ده كله. 3 اكس أس 2 في 2 اكس هيدينا 6 اكس أس 3. 3 اكس أس 2 هضربها برضو في الحد ده، يبقى سالب في موجب بسالب. 3 في 3 9 اكس تربيع. وهنبدأ نطرح. قلنا قبل ما نطرح لازم اغير اشارات المقدار اللي تحت ده كله، لو هي موجب اخليها سالب، ولو هي سالب اخليها موجب. 6 اكس ناقص 6 اكس هيدينا صفر طارو، هيبقى سالب 5 اكس أس 2 زائد 9 اكس أس 2. هنا هنحط اشارة الكبير ونطرح يدينا 4 اكس تربيع. سالب 14 اكس مجبتش يمتها فهننزلها زي ما هي، والموجب 12 نفس الكلام. وابدأ اعمل نفس الكلام تاني. 4 اكس أس 2 هقسمها على 2 اكس، 4 على 2 فيها 2، اكس أس 2 على اكس هيدينا اكس. هناخد الموجب 2 اكس نضربها في ده كله، 2 اكس في 2 اكس هيدينا 4 اكس تربيع. 2 اكس في سالب 3 هيدينا سالب 6 اكس. وابدأ اغير اشارات المقدار اللي تحت كله ونطرح. بقت دي بالسالب ودي بالموجب. 4 اكس أس 2 وسالب 4 اكس أس 2 طاروا، سالب 14 اكس وموجب 6 اكس. هي قلنا اشارة الكبير سالب، وهنطرح دول يدينا 8، وهنزل موجب 12. وهنعمل نفس الكلام تاني لحد ما المسألة الصفر. سالب 8 اكس هقسمها على موجب 2 اكس، سالب على موجب بسالب.
8 على 2 4 وإكس على إكس طارد. هاخد السالب 4 نضربها في ده كله. سالب 4 في 2 إكس هيدينا سالب 8 إكس. سالب 4 في سالب 3 هيدينا موجب 12. ونطرح هتلاقي إن المسألة اتصفرت برضو. يبقى الناتج عندي 3 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 4. هنعمل هنا نفس الكلام. أول حاجة هنرتب المقدار ده. هحط 3 واي أس 2 أول حاجة، بعديها هيجي 7 واي بالموجب طبعا، بعد كده السالب 6. هنقسمها على 3 زائد واي، بس أنا قلتلك خلي بالك إن ده اللي برضو لازم يترتب. فهخلي الواي في الأول زائد 3، ونبدأ نقسم ده على ده. 3 واي أس 2 على واي، 3 مفيش حاجة نقسمها عليها فتنزل زي ما هي. واي أس 2 على واي هيدينا واي. هناخد 3 واي نضربها في ده كله. 3 واي في واي هيدينا 3 واي أس 2. 3 واي في 3 هيدينا موجب 9 واي. ونطرح، فهغير إشارة المقدار اللي تحت كله، فهخلي دي بالسالب ودي يتحول برضو لسالب. 3 واي أس 2 وسالب 3 واي أس 2 صفر، موجب 7 واي وسالب 9 واي. هنا الإشارات مختلفة فهحط إشارة الكبير، ونطرح يدينا 2 واي، والسالب 6 تنزل زي ما هي. هناخد برضو نقسم ده على الواي. سالب 2 واي على واي هيدينا سالب 2. هناخد السالب 2 نضربها في ده كله. سالب 2 في واي بسالب 2 واي. سالب 2 في 3 بسالب 6. هنغير إشارات المقدار اللي تحت كله، فدي يتحول لموجب ودي موجب، فالمسألة الصفر. الفكرة التالتة معايا، أنا قلتلك إن أنا عندي ملحوظتين. الملحوظة الأولى الترتيب، إن المقدار لازم يكون مترتب على حسب الأسس. الملحوظة التانية المكان الفاضي. يعني إيه المكان الفاضي ده؟ المكان الفاضي يعني لو في حاجة مش موجودة سيب لها مكان فاضي. يعني ايه حاجة مش موجودة دي؟ احنا قلنا بنرتب الأسس اللي هو اكس أس 3، بعد كده الاكس أس 2، بعد كده الاكس، وهكذا. فلو جيت بصيت على المقدار ده هنا اكس أس 3 بس مفيش اكس أس 2، فالاكس أس 2 دي لا، أنا هسيب لها مكان فاضي، وأنا بكتب المسألة نسيب مكان فاضي للاكس أس 2. طيب ليه؟ هتيجي كمان شوية. فأنا هبدأ أكتب المقدار ده اكس أس 3، هسيب مكان فاضي هنا، وبعد كده نكتب موجب اكس، بعد كده موجب 10. طيب ليه سبت مكان فاضي هنا؟ قلنا الاكس اس 2 جاية كمان شوية. طيب هنبدأ نكتب المقدار ده اكس زائد 2. هنعمل نفس الخطوات بالترتيب. اكس اس 3 على اكس هيدينا اكس اس 2. هاخد الاكس اس 2 اضربها في ده كله. اكس اس 2 في اكس هيدينا اكس تكعيب. اكس اس 2 في 2 هيدينا 2 اكس اس 2. اكس اس 2 جت اهي، علشان جت ما سيبلهاش مكان فاضي وهكتبها. الاكس اس 2 ظهرت اهي، فلو في حاجة مش موجودة بنسيب لها مكان فاضي كده لانها تظهر في المسألة دلوقتي. طيب هبدأ اطرح، فهغير اشارات المقدار اللي تحت ايه كله. فده هيبقى بالسالب وده هيتحول لسالب برضه. اكس اس 3 وسالب اكس اس 3 طاروا، هنا هيبقى سالب 2 اكس اس 2 مفيش حاجة معاها، موجب اكس زائد 10. ونبدأ نكرر نفس اللي احنا عملناه. هناخد سالب 2 اكس نقسمها على الاكس. سالب 2 اكس على اكس هيدينا سالب 2 اكس. سالب 2 اكس هاخدها اضربها في المقدار ده كله. سالب 2 اكس في اكس هيدينا سالب 2 اكس تربيع. سالب 2 اكس في 2 هيدينا سالب 4 اكس. وغير اشارات المقدار اللي تحت كله، فدي يتحول لموجب ودي يتحول لموجب. سالب 2 اكس وموجب 2 اكس طار، موجب اكس وموجب 4 اكس يبقى كده 5 اكس. موجب 10 هتفضل زي ما هي.
نكرر نفس اللي عملناه تاني. 5x على x هيدينا 5. 5 في x هيدينا 5x. 5 في 2 هيدينا 10. هنغير إشارة المقدار اللي تحت كله، فدي يتحول لسالب ودي يتحول لسالب، فالمسألة تصفر. تعال نشوف المثال التاني برضو. x أس 3 زائد 27. قلنا هنسيب مكان للحاجة اللي مش موجودة. اللي مش موجودة عندي هنا x أس 2 والإكس، هنسيب مكانين فاضيين، واحد للإكس أس 2 وواحد للإكس. x أس 3 سبت مكان فاضي للإكس أس 2 ومكان فاضي للإكس، زائد 27. وهنا هنكتب إكس زائد 3 ونكرر نفس الخطوات اللي بنعملها. إكس أس 3 على إكس هيدينا إكس أس 2. إكس أس 2 هضربها في إكس هيدينا إكس أس 3. إكس أس 2 في 3 هيدينا 3 إكس أس 2. ظهرت اهي الإكس أس 2. وهنغير إشارة المقدار ده كله، دي تبقى بالسالب ودي تبقى بالسالب. دول هيطيروا، هيبقى سالب 3 إكس أس 2. هسيب برضه مكان الإكس فاضي، زائد 27. هنبدأ نقسم سالب 3 إكس أس 2 على إكس. سالب 3 إكس أس 2 على إكس هيدينا سالب على موجب بسالب. إكس أس 2 على إكس هيدينا 3 إكس. هناخد السالب 3 إكس نضربها في ده كله. سالب 3 إكس في إكس هيدينا سالب 3 إكس أس 2. سالب 3 إكس في 3 هيدينا سالب 9 إكس. خلي بالك إن الإكس برضو ظهرت اهي. هنبدأ نغير إشارات المقدار اللي تحت ده كله ونطرح. دي تتحول لموجب ودي تتحول لموجب. موجب سالب 3 إكس وموجب 3 إكس طاروا، موجب 9 إكس زائد 27. ونبدأ نقسم تاني برضو ده الأول على الأول. 9 إكس على إكس هيديني 9. هاخد ال9 أضربها في ده كله. 9 في إكس 9 إكس. 9 في 3 27. هنطرح، هتلاقي إن المقدار ده بقى صفر. وبكده الدرس بتاعنا يكون خلص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك بقية الفيديوهات بتاعتنا وتتابعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.